ليه في برامج بتوصل للترند اول يوم في رمضان وبرامج تانية بتعدي من غير ما حد ما بيحس بيها؟ ليه نفس الممثلين بينجحوا في رمضان وبيفشلوا في الموسم الثاني؟ زي شركات الانتاج بتخطط رمضان كانه ماراثون تسويقي. تعال نفك الشفره دي مع بعض. انت ما بتتفرجش على مسلسل او برنامج، انت بتتفرج على خطه تسويق مدروسه من 6 شهور على الاقل. اكبر سوق اعلامي سنوي على مستوى الوطن العربي كله. شركات الانتاج بتشوف رمضان زي الشركات العالميه ما بتشوف سوبر باورز بالظبط. كل البراندات والعلامات التجاريه بتصرف ملايين عشان تكون في رمضان بس. عدد المشاهدين في الشهر ده بيكون الاعلى خلال السنه. واديك مثال حقيقي، في 23 اكثر من 80% من المشاهدين العرب تابعوا على الاقل برنامج رمضاني واحد يوميا. الاعلانات في وقت المسلسلات الرمضانيه بيكون سعرها اغلى بنسبه 200% عن باقي السنه. تعلم هنا ايه بقى؟ رمضان مش مجرد موسم، ده ساحه معركه اعلاميه طول السنه. البرامج والمسلسلات بيستخدموا سايكولوجيكال تريك. ليه برنامج بقلب بينجح؟ برنامج تاني ثقافي محدش بيشوف، انهم بيلعبوا على العوامل النفسيه الصح. لازم تخلي المشاهد عايز يعرف اكتر. برامج المقالب بتعتمد على المفاجاه والصدمات. الناس بتحب تفضل متشوقه عشان تشوف ايه اللي هيحصل. زي برنامج رامز جلال كل سنه بيكون نفس الفكره، ومع ذلك بيحقق اعلى مشاهدات لانه بيلعب على الصدمه والتشويق. ايموشن درايفنج كونتنت، المحتوى اللي بيحرك المشاعر بينتشر اسرع. الدراما في رمضان مش مجرد تمثيل، دي خطه مدروسه لضرب مشاعر الجمهور اصلا. مسلسلات زي نعمل افوكاتو والحشاشين كانت بتستخدم نغمه التعاطف والحزن والحماس والفخر عشان تفضل محفوره في دماغ المشاهدين. الدرس هنا شركات انتاج مش بتقدم محتوى، بتلعب بعواطفك طول شهر رمضان. السر الثاني كونتنت بليسمنت، توقيت عرض البرامج بيحدد نجاحها. ليه في برامج بتتعرض قبل الفطار وبرامج ثانيه بعد التراويح؟ ده مش عشوائي، ده علم يا بيه. البرامج الاجتماعيه والكوميديه قبل الفطار عشان الناس محتاجه حاجه خفيفه، والبرامج الدينيه بعد الفجر للجمهور في حاله روحانيه. المسلسلات الدراميه بتكون بعد التراويح بصراحه، لان ده وقت الراحه والهدوء. وهديك مثال ليه معظم البرامج الكوميديه بتتعرض قبل المغرب، لان المخ في حاله اجهاد من الصيام فبيحتاج حاجه خفيفه وسريعه. وهنا بنتعلم مش المحتوى بس اللي بيحدد النجاح، التوقيت بيفرق اكتر من اي حاجه ثانيه. والسر الثالث البرامج الناجحه بتستخدم ستوري تيلينج بذكاء. المسلسلات والبرامج الناجحه مش بتعرض معلومات، دي بتعرض قصص. كل سنه بيكون في ترند رمضاني بيسيطر على رمضان. فتره مسلسلات الاكشن والاثاره، العتاوله، الحشاشين، حق عرب. ونخش في فتره المسلسلات الدراما الاجتماعيه، نعمل افوكاتو، اشغال شقه، جعفر العمده، الحاجات دي كلها. فتره الكوميديا العائليه، كامل العدد، بابا جه، خالد نور وخالد، حاجه بالشكل ده. وهنا بنتعلم ان الناس بتفتكر القصص اكتر من المعلومات، والمنتجين عارفين ده كويس. السر الرابع التسويق هو اللي بيحدد مين اللي يكسب. في مسلسلات بتكون قويه جدا بس محدش بيتكلم عنها. ليه؟ لانها فشلت تسويقيا. الاعلانات والسوشيال ميديا باز والميمز والانفلونسرز، كل دول ادوات تسويق ضخمه في اي برنامج لرمضان. مسلسل زي الحشاشين صدر الترند مش بسبب القصه على فكره، لكن بسبب الميمز والافيهات اللي انتشرت عليه على السوشيال ميديا. برنامج زي رامز جلال كل سنه بيبقى عليه هجوم بس هو اللي بيكسب، لان الجدل هو نفسه اكبر دعايه. وهنا بنتعلم ان التسويق في رمضان بيفرق عن المحتوى نفسه. وتحدي النهارده بقى، ايه اكتر برنامج او مسلسل بتتابعه في رمضان السنه دي وليه؟ وما تنسوش الكومنتات لعلنا نستفيد. كل سنه وانتم طيبين، سلام.